في أول تعليق له بعدما أطاح المنتخب المغربي بنظيره المنتخب الجزائري بثلاثية نظيفة على أرضه وأمام جماهيره لحساب دور ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، هاجم الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي المسؤولين على كرة القدم في بلاده، وحملهم مسؤولية توالي الإخفاقات والهزائم التي عاشتها المنظومة الرياضية في الجزائر على مدار الشهور الماضية. وأشار الإعلامي الجزائري إلى النتائج السلبية للمنتخبات الجزائرية، وليس أولها هزيمة المنتخب أقل من 17 سنة أمام المنتخب المغربي، التي على إثرها فقد المنتخب الجزائري ورقة التأهل إلى كأس العالم لصالح أبناء المدرب سعيد شيبة. وفي تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب الإعلامي الجزائري: من تدخل في انتخابات الاتحاد الجزائري الأخيرة، من الذي فرض مرشحه دون أدنى اعتبار للوضع الحالي للكرة الجزائرية وحاجتها للتغيير الجذري، يتحمل مسؤولية الإخفاقات المتتالية على كل المتصويات وفي جميع الفئات. وأضاف في عده لسلسلة الإخفاقات الخروج المبكر للمنتخب الأول من الدور الأول لكأس إفريقيا للأمم بالكاميرون، والإخفاق في بلوغ كأس العالم الأخير في قطر، الفشل في الفوز بنهائي بطولة الشان، إخفاق منتخب أقل من 23 سنة إلى التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا والألعاب الأولمبية، إقصاء منتخب أقل من 20 سنة في التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا، خروج منتخب أقل من 17 سنة، وتضييع ورقة الوصول إلى كأس العالم. وختم الإعلامي الجزائري تدوينته قائلا: لا أعتقد أن الكرة الجزائرية نزلت في ظرف سنة ونصف لمثل هذا الحضيض عبر التاريخ، ما يقتضي ثورة شاملة في رياضة لم تعد مجرد لعبة، بل ثورة في كل الرياضات وعلى جميع المستويات. وبعد هذا الإخفاق، قرر المدرب رزقي رمان مدرب المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة تقديم استقالته بعد الهزيمة أمام المنتخب المغربي بثلاثية دون مقابل في بطولة كأس أفريقيا المؤهلة لكأس العالم. وأفادت صحيفة الشروق الجزائرية بأن مدرب المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة أعلن عن قراره بتقديم استقالته بعد الهزيمة الثقيلة أمام المنتخب المغربي. وأكد المصدر ذاته أن المدرب الجزائري قرر تحمل مسؤولية الخسارة أمام المنتخب المغربي.